ازيك؟ انا متأكد انك داخل الفيديو ده عشان استغربت من الكلام اللي كان مكتوب بره. هو فعلا الكلام غريب. تعالى بقى انا افهمك معنى الكلام ده كله. في الاول لازم بتعمل حاجتين قبل ما تعرف اي حاجة. لازم بتصلي على النبي وتشترك في القناة. يلا نبدأ. الكلام ده اتقال ما بين حذيفة بن اليمان وعمر بن الخطاب. دخل حذيفة بن اليمان على عمر بن الخطاب فسأل عمر بن الخطاب: كيف حالك يا حذيفة؟ فقال حذيفة: أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق وأصلي بغير وضوء ولي في الأرض ما ليس عند الله في السماء. فغضب عمر بن الخطاب غضبا شديدا وولى وجهه عنه، اللي هو مبقاش يبص له يعني. فدخل علي بن أبي طالب وعرف اللي حصل ما بينهم بالظبط. قال علي بن أبي طالب: إنه يحب الفتنة، أي أنه يحب أولاده وأمواله، لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ده معناه إنه بيحب أمواله وبيحب أولاده. وإنه يكره الحق، أنه يكره الموت، يعني إن الحق موت، لقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين ده اللي هو الموت. ويصلي بغير وضوء، إنه بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وله في الأرض ما ليس لله في السماء. ده معناه إن عنده أولاد وعنده زوجة، لأن الله الواحد الأحد اللي هو ما عندوش أولاد يعني، وعندوش زوجة طبعا. كل اللي عاوزك تستفيده من القصة دي، عاوزك تستفيد حسن الظن بالله وحسن الظن بالعباد، حسن الظن بإخواتك المسلمين أصلا. كان معاكم معاذ محمود. سلام.